اخواتي عايزين يخالفوا شرع ربنا. دي المشكله اللي معانا النهارده. في البدايه احب اقول لكم ازيكم عاملين ايه، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. معاكم قناه حكايه، وتعالوا نشوف المشكله اللي معانا بتقول ايه. الاستاذ اللي بيحكي المشكله النهارده بيقول ان هو متزوج دلوقتي بقاله اكتر من 16 سنه زواج. هو ولد وحيد على 4 بنات، تمام. وبابا متوفي من زمان جدا، ومامته هي اللي كانت هي اللي كانت بتربيهم. المهم ال4 بنات متزوجين، والولد برضو متزوج بقاله دلوقتي ما يقرب من 16 او 17 سنه، تمام. الراجل ده بيقول ان والدته من حوالي 7 سنين جالها جلطه، تمام، وتسببت في شلل جزء كامل من الجسم. فطبعا والدته بقت محتاجه تمريض، ومحتاجه حد يشيلها ويحميها يغير لها كل الحاجات دي. فمين اللي تولى مسؤوليتها؟ هو وزوجته. خدها قعدها عنده في بيته، تمام. وبصراحه زوجته شالتها يعني كانها شايله مامتها بالظبط. ده على حسب كلامه هو، ان هي شالتها وكانت بتخدمها بكل حاجه، بتحميها بتغير لها، بتمرضها، بتديها دواها، اكلها، شربها، كل حاجه. الست كانت مقتدره، بمعنى ان هي كان معاها ذهب، تمام، ما يقرب من 700 جرام مثلا او 800 جرام ذهب. فطبعا الست لما لقت كده ولقت ان مرات ابنها هي اكتر واحده شايلاها، وان عندها 4 بنات محدش فيهم جه شال عنها، تمام. راحت الست عامله ايه؟ راحت مديها ما يقرب من 25 جرام ذهب، وقالت لها دول بتوعك بشهاده ابنها. وكان حد تاني من قرايبهم موجود، فشهدته وقالت انها هتهادي مرات ابنها دي ب 25 جرام ذهب، تمام. يعني هي اديتها زي اسوره او حاجه، فهي ما يقرب من 25 جرام ذهب، تمام، لمرات ابنها، تمام. المهم الست بعد ما عملت كده توفت بالفعل، الله يرحمها ويحسن اليها. فجه بقى البنات عايزين ذهب مامتهم. فالولد لما اتكلم في الشرع، او هو راح سأل، بيقول انا سألت في دار الافتاء وسألت في اكتر من جهة، ان الذهب قالوا لا، مفيش حاجة اسمها الام تسيب ذهبها لبناتها. ده مش في الشرع. الشرع بيقول ان الذهب بيتورث زي اي شيء تاني. فالمهم فعلا بيقول لك احنا ورثنا الذهب ده. فجيهم اخواته شافوا الذهب في ايد مين؟ الاسوره في ايد مراته. فعملوا مشكله، قال لهم لا، امكم هي اللي هدياها بيها، تمام، قبل ما تموت، وده حصل بشهادتي وبشهاده فلان، تمام. فالبنات سكتوا وقالوا خلاص مفيش مشكله، وفرقوا الميراث الباقي وكل حاجه تمام. المشكله ان اخواته غابوا كمان 2 شهر كده او 3، ورجعوا بعد كده يطالبوا حقهم في الاسوره اللي في ايد مراته. طبعا هم لما فرقوا الذهب على حسب كلامه، بيقول الذهب اتفرق علينا كلنا، يعني هو كمان ورث في الذهب مع اخواته، ان هم الذهب اتمن وكده وخدوا الميراث الشرعي فيه. فهو دلوقتي بيتكلم في نقطه ان هم دلوقتي لا، هم شايفين ان الموضوع ده مش بتاعه، وشايفين طب اسالوا طيب في دار الافتاء، طب اسالوا في الازهر، طب روحوا اسالوا في اي حته. لا احنا ما بنسالش، احنا عارفين ومتعارفين على عرف ان احنا الذهب للام لبناتها، وما ينفعش مراتك تاخد بس 25 جرام لوحدها ملهاش فيه. فهو بيقول انا مش عارف اعمل معاهم وايه الحل معاهم، وايه اللي ممكن اعمله معاهم يعني يحل المشكله دي. فطبعا انا راي الدين ده مش بتاعي، تمام. هو قال ان هو سأل، فرأي الدين قال كذا، ان هو من حقه ان هي دي هدية. بس اللي انا اعرفه او اصولا ما سألوش عليها ليه في مرضها، وقالوا لا حقنا، زي ما دلوقتي جايين يقولوا حقنا في امنا. ما قالوش حقنا في امنا ليه وهي موجودة. الست عملت حاجة كويسة، وربنا ألهم الست المريضة اللي توفاها الله دلوقتي انها تهديها كجزء من حقها. يعني هي حست ان هي الست عامله معاها حاجه هي مش ملزمه بيها. فليه اخواتك زعلانين؟ انا شايفه انك مش هتعرف تراضي الاطراف دي، لان الطمع محدش بيراضيه، الطمعان محدش هيعرف يراضيه.
بس. لكن غير كده هو دي هديه، والله اخواتك رضيوا بالامر الواقع رضيوا، ما رضيوش يسالوا في اي مكان، تمام، يسالوا اي جهه دينيه يعرفوها، يشوف الشرع بيقول ايه، وهم يعرفوا ان انت ما غلطتش فيهم ولا اتكلمت في حاجه غلط، تمام. وده في الاول وفي الاخر حقك وحق مراتك، ما لهمش هم علاقه بيه. بس والله المستعان. لو عندكم اي اراء تانية اكتبوا لي في الكومنتس. سلام.